طيب، في ليله ليست سعيده لجماهير النادي الاهلي. واحد يقول لي ثواني، ليه ليست سعيده ما الاهلي كسبان؟ اقول لك الاهلي كسبان بس خسر نجمه الاول. الاهلي خسر الجولدن بوي. مين؟ انتوني موديست. النهارده كانت اللاست دانس لانتوني موديست مع النادي الاهلي امام نادي فاركو. يمكن حته ان دي اخر مباراه لموديست مع النادي الاهلي مديه انطباع لجماهير الاهلي اللي عادي، يا ريتنا كنا خسرنا بس ده يمشي. يعني يا ريتنا كنا خسرنا بس ده يمشي. انتوني موديست يودع النادي الاهلي في ليله فوز الاهلي على فاركو بنتيجه 2-1 في مباراه تحس ان هي معاده، يعني في اعاده للماتش اللي اتلعب من كام يوم، لسه من كام يوم في مباراه الدور الاول اللي كانت مباراه مؤجله. ده ماتش الدور الثاني، الاهلي ايضا بيفوز بنتيجه 2-1 ويصل للنقطه 48 تقريبا، يعني علشان يواصل مطاردته لنادي بيراميدز. الاهلي مش مريح بيراميدز. بيراميدز اللي النهارده الماتش بتاعه بيتلغي قدام سموحه، وغالبا الماتش ده هيتعاد، لان بقى دي بقى ظروف قهريه بجد. يعني هي دي الظروف، هي دي اسمها الظروف القهريه، النور قطع وحريقه وليله سود. فهيتم اعاده المباراه، ولكن باي ظروف؟ هل سيتم اعاده المباراه كلها والهاني سليمان هيكون موجود مش مطرود او حاجه، والماتش هيبدا من اول 0-0، ولا هيلعبوا شوط واحد بطرد الهاني سليمان؟ مش موضوعي، خلينا اكمل لك بس مباراه النادي الاهلي في ليله يظهر فيها حسين الشحات لينهي الاشتباك تماما ويفض الاشتباك بين الاهلي وفاركو. والحقيقه ان المدير الفني لفاركو اللي انا والله ما فاكر اسمه، له كامل التقدير والاحترام، ولكن فريق فاركو الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كان ليهم شكل عن كده. انا مش شايف فاركو ابدا بيعمل اي حاجه في ارض الملعب نهائي. ماركو مين؟ فاركو بيدافع، الاهلي جاب جون، يبدا فاركو يهاجم، فالاهلي يجيب الثاني، ففاركو يجيب جون، فنفضل كده لحد نهايه المباراه. ولكن النهارده اتفرج على الجون الاولاني، واتفرج على الكونكت اللي حصل بين حسين الشحات ووسام ابو علي. بص لما المهاجم يكون بيعرف يلعب كوره، بص لما المهاجم يكون عنده فيجن ورؤيه وبيعرف يقف على كورته، ولاعيب كوره حريف. وسام ابو علي لعيب حريف. النهارده جاب واحده في القائم كان غير موفق فيها تماما بالمره، ولكن قدر يعمل واحده لحسين الشحات عشان يحطها على شمال الحارس محمد شيكا، علشان الاهلي يتقدم بنتيجه هدف مقابل لا شيء. الشوط الثاني الاهلي بيواصل ضغطه، بيحرز هدف ثاني ايضا عن طريق حسين الشحات بعد عرضيه طاهر محمد طاهر، اللي يبدو ايضا انه سيغادر اروقه القلعه الحمراء. في حاجه مهمه عايز اتكلم فيها. مارسيل كولر ما تعرفش هو بيعاند مين، ومارسيل كولر ما تعرفش هو يعني اهو انا هطلع لكم لساني لمين. هل كريم فؤاد ده اداء لاعب يلعب ناحيه الشمال؟ مش بقلل من كريم فؤاد توتالي، مش بقول لك ان كريم فؤاد اصلا لعيب امكانياته ضعيفه او ان كريم فؤاد اصلا لعيب متواضع خالص. كريم فؤاد الموسم اللي فات اللي الاهلي خد فيه الدوري كان احد نجوم الدور الاول قبل ما يجي له صليبي ويتصاب. ولكن انا بتكلم في نقطه مهمه جدا. انت عندك محمد هاني بره، انا كنت فاكر محمد هاني مصاب او حاجه، طلع موجود بره، انت نزلته. طب ما كنت تبدا بمحمد هاني بدل خالد عبد الفتاح ناحيه الشمال. انت قضيت على لعيب اسمه كريم الدبيس، كان هيبقى من نجوم الاهلي وهيعوض بعض الشيء، محدش يقدر يعوض علي معلول، ولكن كان هيعوض بعض الشيء غياب علي معلول. فانت برضو نفس القصه، اقصيت اللاعب تماما من حساباتك وخرجته من حساباتك لدرجه انك بقيت تلاعب كريم فؤاد ناحيه الشمال. مفيش اوفر بيتلعب لك من ناحيه الشمال. كريم فؤاد عشان يلعب اوفر لازم يروح هناك ويستأذن من الباك رايت، يقول له لو سمحت ممكن ارقصك وادخل بيك لجوه وارفع. مين اللي هيعمل معاه كده؟ مين اللي هيسيب كريم فؤاد يعمل كل ده؟ مين؟ مفيش منه الكلام ده. وبناء عليه مارسيل كولر انا بشوف ان هو عاند نفسه في موضوع كريم فؤاد بنسبه كبيره، في موضوع كريم الدبيس، ولكن في النهايه الاهلي بيفوز وبيحرز 3 نقاط غاليه. قلت لك الاهلي بعد كده الماتشات اللي جايه هيكسبها بمبدا انا هكسب عافيه كده، حلو وحش اداء من نص نص مع هيكسب، لحد ما نشوف ماتشين الاهلي وبيراميدز هم دول اللي هيحددوا الفائز بالدوري. مباراتي الاهلي وبيراميدز. واحد يقول لي لا ما في ماتش الزمالك وبيراميدز برضه، ممكن انتوا تقدموا لنا هدايا وتكسبوا بيراميدز. اقول لك الله اعلم. ما هو بيراميدز عايزيننا ننسحب. هل تعلم عزيزي المشاهد ان بيراميدز عايزيننا يقول لك ايه يا عم انت ما لعبتش الاهلي، ما تلعبناش احنا كمان ودينا ال3 وانت يا عم ايه يا ريس؟ هي جت عليا جت عليك، ده بقت زيطه وهيصه وليله وحاجه نيله، بقت حاجه نيله النيله، النور جه لوحده، البتاع الكهرباء الحمد لله. ما علينا.
انتظروني في حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل، هنتكلم فيها في امور عده، فلا تفوتوا هذه الحلقه. ومبروك للاهلي وجماهيره. سلام عليكم.